السلام عليكم. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سامعيني كده؟ احنا هنعمل ايه النهارده؟ شايفين طبعا فول مدمس. بدل ما نجيبه من بره. شايفين بدل ما نجيبه من بره انا هقول لكم ازاي يتعمل. انا عامل امبارح كوبايتين فول نقعهم من امبارح بالليل، ونص وكوبايه عدس اصفر، وده كيس طماطم مفرزاه وحطاه في الفريزر. يعني مثلا 4 مغارف زي دي، قد دي. شايفين؟ ومن غير قشر. وده الفول اللي انا كنت عاملاه قبل كده، بوريكم يعني ان هو عملي اهو. انا عاملاه ومجرباه. بطلعه على طول، احطه في الميكرويف يفك وناكله على طول. ودي الدماسه اللي نعمل فيها بتاعت زمان، عارفينها طبعا. وده هنحط ليمونه معصوره بس. هوريكم بقى يتعمل ازاي، بس طبعا انا مش هوريكم مستوي، هوريهولكم بكره ان شاء الله. علشان هو بيقعد نص ساعه 6 ساعات على النار، على نار واطيه. فانا هحط دلوقتي كله على بعضه واوريهولكم، وهسيبه بقى مع نفسه. انا بوريكم بس ايه هو مقاديره ايه. هشوف كده، هحط على بعضه واوريهولكم. شايفين كده؟ انا حطينا كل الكميات على بعض كله. هنحط ميه مغليه عشان ايه؟ تعمل بسرعه. شايفين؟ هيبقى كهرمان، هتشوفوا بقى. كهرمان. انا بعملش، ما بقولكوش على اي حاجه الا لما اكون مجرباها. بس حطينا، شفتوا الميه قد ايه؟ هتغلي بقى، هي اصلا غاليه مغليه اهي. هحطها لكم على النار وبعد كده تغلي وبعدين توطوا عليها. شفتوا الفول؟ شايفينه بدأ يغلي اهو. شفتوا الميه بتاعته عامله ازاي؟ دي بقى بتبقى صفرة بعد كده، تقيله، تبقى تقيله. ولا دقيق ولا اي حاجه. انتوا عرفتوا المكونات. كوبايتين فول منقوعين 12 ساعه، وعدس و... وعدس كوبايه عدس، وليمونه، وكل شويه نغير الميه. وبعد كده حطينا عليه الطماطم، يجي 4 مغارف. وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده حطينا ميه مغليه عشان تغلي على طول. هي تغلي كلوه جامده كده ونوطي عليها. انا طبعا مش هطول عليكم، يقعد 6 ساعات. انا مرضتش اعمله من بالليل، انا عاملاه بالنهار اهو. علشان يبقى كل شويه ابص عليه عايز ميه، والميه تبقى مغليه، ما تبقاش ميه من الحنفيه. بس يتغطى عليه بقى اهي، هيفور اهو. يتوطى عليه ويتغطى عليه. المره اللي فاتت انا عملت الزبده، شفتوها؟ بس انا ما كملتش فيها. اخدت وقت، وكمان التليفون سخن مني. فانا هوريلكم البرطمان المره الجايه، وهوريلكم الفول المره الجايه وهو معمول. الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعوني. هعمل لكم كل حاجه ان شاء الله سهله ومتجربه. مش هعمل لكم حاجه صعبه، ومجرباها بقالي سنين. وجربوا كده الحاجه وقولوا لي في تعليقاتكم، وقولوا لي كلمه حلوه كده في تعليقاتكم، واشتركوا في القناه. وان شاء الله هعمل الفول واوريه لكم باذن الله. سلام.